السلام عليكم ومرحبا بالجميع داخل وخارج الوطن. مشاهدي الكرام، الفيديو تاع نهار اليوم مخصص لوصفة رائعة، حلوى تلبنيون المعروفة الجزائرية في المناسبات. هنا جبت صينية، حطيت كيلة كاوكاو أو فول سوداني وحطيته في الفور باش يتحمص. من جهة أخرى نجيب الأشوار ديالي ولا الروبو ونحط فيه باكي بسكوي ونرحيوه بهذه الطريقة. أنا راني راح نرحي 2 باكي تاع البسكوي باش يخرج لي 2 كيلات. بعد ما الكاوكاو أو الفول السوداني تاعنا تحمص في الفوخ، شوفوني راني نرحي فيه، جبته هنا ونرحي فيه بشوية حتى نتحصلوا. في البداية ما نرحيش مليح، نرحيه خشين ونجيب الصفاية نصفيه، لأني راني راح نحتاج هداك الخاشن. طبعا نحي حوالي 3 ملاعق خشان، ثم نعاود نرجعه للأشوار أو الروبو ديالي ونكمل نرحيه للقوام اللي راني رايحة نحتاجه. هذا القوام إذن مرقق مخشين، يعني متوسط هكذا. ونكمل نعاود نرجع هذاك الكاوكاو مع الكاوكاو الأولاني، هذاك الرقيق اللي رحيته من قبيل. أما الخشن هذاك خلاص، هذا نحتاجه فيما بعد. طبعا بعد ما رحينا البسكوي ديالنا والكاوكاو ديالنا، نجيب هنا ملعقتين من الزبدة ندوبهم ونحطهم على جنب. نجيب غيسيبيون ديالي ونبدأ ندير المكونات، نبدأ نخلط لافارس ديالي. عندي 2 كيلات من البسكوي المرحي، نضيف لهم كيلة ناقصة كاوكاو أو فول سوداني محمص ومرحي، نضيف لها ملعقة من لافاني، ونضيف هنا ملعقتين تاع الزبدة المارغرين، ونضيف هنا لاغوم دو سيترون، هذا معطر الليمون. هنا راح يمدلو نكهة رائعة للحلوى ديالي. نضيف ملعقة مبشور الليمون. هنا راح نطم العجينة ديالي بهذيك لاجولي اللي كنت وسبق وأني خدمتها معكم في الفيديو السابق. لاجولي المخفف هذا أنا نستعمله باش نطم هذه الحشوة، هكذا يجي بنة وناقص السكر ويعني معتدل في الحلاوة. طبعا نبدأ نحرك لافارس ديالي غير بشوية ونضيف لاجولي بالتدريج. هكذا حوالي حتى كملت الكمية، يعني ما نديروهاش طرية طلقة روحها، نديروها يابسة حاكمة روحها نوعا ما باش نقدروا نشكلوها وتتشكل معنا بسهولة، يعني كريات هكا بهذا الشكل. أنا نوجد الكريات ديالي، أنا ندير عيني هي ميزاني، انتوما تقدروا توزنوا الكرية 40 غرام هكذا. بهذه الطريقة نشكلوا كريات باللافارس ديالنا، نغطي الكريات بهذا الشكل ونديروهم في الكونجيلاتور مدة 5 دقائق فقط، ما ديباسيش 10 مينوت. نديروها في المجمد مدة 5 دقائق وما تفوتناش 10 دقائق، حوالي 5 دقائق حتى ل7 دقائق. وانا كنت حضرت حبات بهذاك لومول، اللي حبت تخدم باللومول هذاك تخدم به لومول سيليكون نورمال. هنا جبت الشيكولا ديالي قطعتها وحطيتها في كسرونة إينوكس. أنا هذه الكسرونة تاع الإينوكس تساعدني بالبزاف. وجبت هنا حوالي قطرات من لاغوم دو سيترون هذاك عفوا، معها ملعقة تاع الزيت، وحركت مليح وضفتها للشوكولا البيضاء كما راكم تلاحظوا. أنا صدقوني حطيت الشوكولا مباشرة في الكسرونة ونقصت اللوفو، نقصت الفرن
على درجة قليلة، وذوبت الشوكولا ديالي، نقصت لها لأقصى درجة، حطيتها مباشرة على الفرن، ونقصت لها أقصى درجة وذوبت الشوكولا ديالي، وضفت لها هذاك المزيج من عفوا المزيج تاع لاغام دو سيترون أو معطر الليمون مع ملعقة كبيرة من الزيت، وخلطت عادي باش نخفف الشوكولا ديالي. وللأمانة أنا كل ما تقطعوا ان مورسو تاع الشوكولا ديروا لها ملعقة، ضيفوا لها ملعقة كبيرة من الزيت. داكوغ، أنا مثلا هنا استعملت قطعتين من الشوكولا، ضفت لها ملعقتين من الزيت مع لاغوم دو سيترون، راح يعطي نكهة رائعة جدا. هنا راني نقلاسي بهذه الطريقة، وكل وحدة حرة كيفاش تقلاسي طريقتها يعني في القلاساج. بعد ما قلاسيت البنيون ديالي هكذا كما راكم تلاحظوا، راح تنشف لكم ليه. وملاحظة كي تخرجوا واسمو البنيون ديالكم من الثلاجة، خلوه يرتاح قليلا، واحد 3 مينوت حتى 5 مينوت، ومن بعد قلاسيوه هكذا باش ما تشقق لكمش الشوكولا وما تفسد لكمش. هنا جبت حبات من الجوز للتزيين، ندير لهم شوية شوكولا ونلصقهم، ونضيف شوية شوكولا من الفوق هكذا من الأعلى هكا ليجيرمون، وجبت شوية بغيو أليمونتير اللي يحب يستغنى عليه نورمال، ماشي ضروري. بهذه الطريقة نشبحوا البنيون ديالنا بهذا الشكل. طبعا هنا كنا كملنا الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم كما راكم تلاحظوا، بنيون بلوغو سيترون يعني بذوق الليمون، بدنا بيرفكتو، ما عندي ما نقولكم، جربوه، بدنا ريحة الليمون ويجي منخفض الحلاوة، يعني معتدل في الحلاوة، ما راحش يجي حلو قاسح. هاوليك قسمت حبة معاكم، شوفوا الطراوة عفوا، شوفوا الطراوة يعني، والبنة ما نحكيها لكمش، جربوه راح تكتشفوا البنة لأول مرة بنيون بلوغو سيترون. إذا نقول لكم هذه هي النتيجة النهائية ديالنا اليوم لهاد لا فيديو. والآن معليا غير نقول لكم اشتركوا في القناة وديروا أبوني وما تبخلوش علينا بتعليق. شباب كيما نتوما، نحبكم، سلام.